والله لا تتغرق بنزين وهنولع فيك لو ما سمعتش. وصلت لك كل حاجه احنا عايزينها. يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا يا جدعان يا ريت كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو محدش يقدم ولا لحظه في قلب الفيديو ده، لان الفيديو ده مهم جدا. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا الحمد لله بدانا ان احنا دلوقتي بقينا كلنا تمام. احمد مصبح وكل الرجاله معانا دلوقتي تمام، ومفيش حد فينا مز ولا حد فينا حصل له اي حاجه غير احمد مصبح بس اللي لسه حالته النفسيه مش تمام. بدانا ان احنا نحطه في حته امان، وقلنا كلنا اتجمعنا اهوت، والمفروض ان احنا كنا رايحين نخلص على الارنب الشرير لحد ما اكتشفنا المصايب اللي انا هشرحها لكم دلوقتي وهحكيها لكم دلوقتي واحده واحده. فكل اللي بيتفرج محدش يقدم ولا لحظه. انا معايا عبد الرحمن، ومعانا الزبون دوت اللي مورطنا ومودينا في مشاكل، ومعانا فتحي، ومعانا احمد سعيد، ومعانا محمد اسامه، ومحضرين كراسي ومحضرين سلب ومحضرين جراكن بنزين كمان اهيت، لان المفروض الخطه اللي احنا كنا هنعملها الاولانيه ان احنا كنا عايزين كلنا نهجم عليه ونبدا ان احنا نخلص عليه خالص الارنب الشرير ده. بس ده قال لك لا مش هينفع، لان ليه يا معلم مش هينفع نموته؟ قال لك علشان ده يبقى اخوه الصغير اصلا. طب بس احنا هنصدقه ازاي؟ انت لما هو اخوك الصغير ليه ما شرحتش لنا من الاول وليه ما قلتلناش من البدايه؟ ان احنا ما كناش عايزين منكم اي حاجه اصلا، احنا عايزين نخلص من المشكله. انا عندي ساعات دلوقتي اديك الخاتم اهوت، اقول لك خد الخاتم اهوت وروح بقى انت واخوك اتصرفوا مع بعض، يموتك تموته، احنا مالناش علاقه. طب انت ليه ما بتصرحناش من البدايه؟ اخويا طيب والله، اخويا طيب. طب هو شرير ولا طيب؟ لا طيب. طيب وباللي بيعملوا معانا والخطف اللي حصل معانا ولما خد احمد مصبح وخد اخواتنا الصغيرين وكان بيموت في العيال. انا ما اعرفش، انا من ساعه ما ابونا توفى هو كان كويس واحنا كنا كويسين، راح جاي واخد ابني وحصل اللي حصل بعد ما ابوه توفى. يعني انت بعد ما ابوك توفى هو جاله حاله نفسيه فخطف ابنك؟ خطف ابنه وبقى هو اللي يعمل فينا كده وبقى يعذبنا وكان بيبهدلنا. طب اللي مسيطر عليه ده روحوا في الارنب، روحوا في البتاع دي. طب يا عم بكر عندي سؤال. يعني اللي مسيطر عليه روحوا في دي؟ يعني الارنب الشرير لما بيبقى حد بيمسكه كده دي روح شريره مسيطره عليه. ما اكيد الخاتم ده ليه علاقه بالموضوع؟ بس الخاتم اصلا شكله عامل ازاي اصلا؟ مش خاتم عادي، بص بينور ولا بيلمع فيه نظام عين جوه. مش فاهمين اصلا احنا هنتعامل معاه الوقت ازاي بعد اللي انت قلته. طب احنا دلوقتي مش هنأذيه، ما احنا لو ما اذيناهوش هو هيأذينا. طب احنا ازاي نخلص من الورط ده ونخلص من المشكله دي؟ طب هو شكله، انا عاوز اسال على حاجه، انت دلوقتي بني ادم صح؟ صح؟ هو شكله بقى، شكله هو يعني ليه لبس كده؟ ليه عامل في نفسه كده؟ يعني هو وشه كويس هو تمام؟ من بعد ما ابوه توفى عمل نفسه عمل كده. احنا كنا منظمين اصلا يا جدعان ان احنا والله خلاص هنروح نخلص عليه ونخلص من الارنب الشرير ده تماما، لحد ما اكتشفنا اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي. احنا كلنا استغربنا وبدانا ان احنا نركن الخطه الاولانيه ونخش الخطه الثانيه. يا جدعان هننقل الخطه الثانيه الا وهي ايه؟ المفروض ان احنا دلوقتي جبنا معانا كود سوا وبدانا ان احنا نجيب سلبه ومعانا جيركن البنزين اهو. هنحاول نعمل زي ما هو قال لنا، هنولع ولعه ونقرب الخاتم ده من الولعه. بيقول لك لما تقرب الخاتم من الولعه فانت كده هتبدا انك انت تاذي الروح الشريره، فاخوه هيظهر في قلب المكان علشان يبدا ان هو يمانع لحد ما اخوه يجي هنا، وبعد كده نبدا ان احنا نكتفه ونولع في الخاتم ده كمان لحد ما نخلص من المشكله دي خالص، ونشوف هل اخوه هيرجع كويس تاني عن الاول ولا هيرجع تاني مأذي. لو لقينا اخوك هيرجع يأذينا تاني بعد المشكله دي، جيركن البنزين التاني اهوت هنقوم مولعين فيه خالص ونخلص منه تماما، واللي يحصل يحصل لان الدنيا بايظه معانا. هنبدا ان احنا نتحرك دلوقتي، نرجع للمكان من ورا ونبدا ان احنا ناخد الموضوع واحده واحده، نولع بنزين الاول ونقرب الخاتم ونشوف الحوار ده كله هل هيبقى فيه فايده ولا لا. فكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي بالله عليكم شيروا الفيديوهات دي في كل حته وفي كل مكان. اللايك اللي انت هتعمله الفيديو هيساعد ان الفيديو ينتشر. حاول لو عندك حاجه تقدر تفيدنا بيها، لو الموضوع دوت لسه متورطين فيه او الدنيا بايظه فيه تقول لنا عليه في التعليقات تحت. اول ما نوصل لمكان امان بعيد عن البيوت بس وبعيد عن البلد عشان نولع هنبدا ان احنا نصور تاني. طب يا جدعان المفروض ان احنا دلوقتي وصلنا للمكان دوت، المكان دوت يعتبر امان شويه بعيد عن البيوت وبعيد عن كل حاجه، لان اللي هيحصل دلوقتي ممكن نولع فيه وممكن الدنيا تبوظ مننا تماما، فنبقى بعيد عن اي حد عشان ما فيش اي حد من البلد يتاذي. المفروض ان احنا دلوقتي زي ما انت ما قلت لي اولع واقرب الخاتم من الولعه، لما الروح الشريره تحس ان هي بتتاذي الارنب هيظهر هيجي يعني. انا مش عارف. طب احنا عايزين نعمل المكان بس الاول قبل ما نعمل اي حاجه هيكون في حوالينا حاجه. نور يا باشا هنا وانا بص نور لي هنا كده، لا يكون في حاجه نولع على اول الطريق بره. نولع على اول الطريق هنا يا باشا. يا جدعان انا اصلا مش مقتنع باللي هو بيقوله اصلا ولا مصدقه، وحاسس اصلا ان هو عامل لنا حوار. حاسس ولعت فيه لسه هو انا لسه ما ولعت بس اهو. قربوا من الولعه، ارميه جوه الولعه. ارميه في الولعه؟ يرميه في الولعه؟ قرب من الولعه بس. ما هو الولعه في وسطه كله اهو. انا ولا 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 ارجع بط ارجع بط يا جدعان. يا لهوي والله لا امي. اهدوا الخاتم لسه ما ولعش. الخاتم اهو. الولعه اللي بتطلع منين؟ ارجع الخاتم اهو لسه ما ولعش.
سيب السلاح اللي في ايدك ده، ارمي البتاع اللي في ايدك ده عشان خاطر احط في الولع. ارجع ورا، احنا مش عايزين منك حاجه. البنزين اهوت واحنا كلنا بعيد، احنا مش هنأذيك ولا عايزين منك حاجه. كده يبقى كلام اخوك كله صح. انا عايزك تبص لي هنا. ده اخوك؟ اخوك اللي انت بتأذيه ده؟ اخوك ده اللي انت خدت في ابنه؟ طيب بص يا معلم، احنا هنديك الختم ومش عايزين منك حاجه وتمشي الحال سبيلك، بس اسمع اللي احنا نقول لك عليه. محمد سامي السلبه فين؟ جاهز سلب حد سلب. اللي بيمسكها فيا شيل السلاح ده من ايده، شيل السلاح ده من ايده، طفي الولعه دي. قوم اللي هنقول لك عليه اعمله. اقعد على الكرسي هنا، هنكتفك بالحبل ده. نعم. اقعد على الكرسي، هتتكتف بالحبل. بعد ما تتكتف بالحبل ناخد منك المعلومات اللي احنا عايزينها، نسيب لك الخاتم. حل نفسك وخد الخاتم وامشي بعيد عننا، احنا مش عايزين منك حاجه. يا باشا امسك يا عم البتاع دي. تمام. هو لسه لحد دلوقتي دي بصوا يا جدعان، ده من الولعه اهوت، ما نعرفش بقى هل ده في اثر اصلا او اتاثر او في حاجه حصلت، بس بصوا من الولعه بدا ان هو يسود اهو. لا اقعد. ارجع ورا. خاتم فين؟ ارجع ورا اهو. مع بعض. ارجع ورا. احنا مش هنأذيك، احنا هنربطك عشان نأمن نفسنا. بعد ما نأمن نفسنا لو ما اديتناش المعلومات اللي احنا عايزينها والله لا نحط عليك بنزين وهنولع فيك. فين جركن البنزين؟ والله لا تتغرق بنزين وهنولع فيك لو ما سمعتش وصلت لنا كل حاجه احنا عايزينها. من على الكرسي بقى، من على الكرسي، من على الكرسي. لف شد. قرب لف حواليه، ما تعافرش، احنا مش عايزين منك حاجه، ما تعافرش، خليك تمام عشان احنا نأمن نفسينا. بص احنا لو عايزين نولع في الخاتم هنولع فيه. ابني فين؟ ابني. طيب مش هنعرف كل حاجه، بس استنى هنعرف منه كل حاجه. استنى هنعرف منه كل حاجه، احنا عايزين نعرفها. بس يا عم امسك يا مانو، اطلق حواليه علشان لو ما وصلناش اي حاجه احنا عايزينها. البنزين اهو، هنغرق حواليك الدنيا وهنولع فيك. البنزين هينزل عليك وهنولع في جسمك كله. تمام. لو ما وصلتناش اللي احنا عايزينه. خد يا معلم. ولع فين؟ انت دلوقتي اخوك بيقول عليك انك انت خاطف ابنه. ابنه فين؟ هتودينا ابنه؟ هتعرف هو بيتكلم؟ ما اخرس. مش مشكله، احنا مالنا، احنا هنعمل ايه بيه؟ مش عايزين منه. ابنه فين؟ عبد الرحمن جهز ولعه يا ماما. الله يا باشا. جهز ولعه. الخاتم هيترمي في الولعه لو ما وصلناش اللي احنا عايزينه. جهز لي بقعه ولعه ورا كده لوحدها يا عم عبد الرحمن، تبقى خاصه بالخاتم لوحده. خليك قاعد انت. احنا ما مش هنولع فيك، بس انت مش اللي تيجي معانا دغري. جيت معانا دغري مش هنولع فيك ولا هنولع في الخاتم. ما جيتش معانا دغري هنولع فيك وهنولع في الخاتم. ارمي على بنزين عليه ولا ارمي على الخاتم؟ ايه ده وقع؟ والله لو ولع، والله لو ولع بالخاتم وحط له بنزين. اثبت اهو، ما تتحركش. مش هنولع فيه، احنا مش هنولع فيه. هتقول لنا مكان ابنه فين؟ هات الخاتم. هتقول لنا مكان ابنه فين؟ هتموته؟ طب اهو الخاتم اهو. لا خليك قاعد يابا. خليك قاعد. حط الخاتم. سيبه براحته. ارجع ورا يا ماما. انت فاكر واقع عليه ليه يا ماما؟ انا مع الولع ولا ايه؟ مع الولع. هو مات؟ هو الخاتم فين بس؟ الخاتم ولع. بيطلع نار. حد يجيب له الخاتم. هو مات؟ الخاتم ما بيتحرك اهو. هات البنزين يا مار، هات البنزين. طلع فيه؟ اطلق بنزين هنا. محمد سامي خليك عينك عليه. حسن نور حسن، خلي بالك من الترا برضه عشان ما يعملش اي حاجه. انا عايز البنزين كله. ولع بس. سيب الخاتم بقى يصفى مع نفسه كده يا معلم. بعد ما الخاتم يصفى مع نفسه نبدا ان احنا نشوف الزبون ده بقى هيحصل فيه ايه. تعالى اهو سيبه يولع بقى. ده مات يا اسطى. تعالى. انا خفت ياخد الخاتم. هو التاني ده بيفرفر ولا هو اخوك بيموت؟ طيب انت بتعيط ليه؟ ما انت اللي قلت ان احنا نعمل كده. يعني لو مات احنا مالناش دعوه. انت اللي قلت ولعه في الخاتم، احنا عملنا اللي احنا عايزينه. ما جاتش. طيب ما ماتش صح، ابعد عنه. احنا مش عارفين اصلا هيبقى.
ممكن يكون يا اسطى بعد ما احنا مولعنا في الخاتم الروح الشريره دي بتطلع منه. الله ده ايه ده بقى؟ وعلى لا تحول على كده ورا ورا والولع طفت الولع طفت الولع طفت زمان انا ورا يا جدعان الفصل الامان يا جدعان. الولع طفت. احنا نمشي ورا واحد زي ده. وخايف من هنا؟ خايف من دي ليه؟ خد تعالى خد اخوك اهو. تعالى ما تخافش ما تخافش. هو ايه احنا مش فاهمين حاجه انت كويس؟ طيب انت كويس دلوقتي؟ انت بقيت كويس؟ حاجه. طب انت عارف ده اخوك اهوت. اديله كده بتاع خد طب خد امسك دي. خد بقى كويس. خد. هو بقى كويس. امسك دي بتاعتك دي بتاعتك. انت مش عايز دي؟ ارميها. طب ابن اخوك فين؟ فين ابن اخوك؟ ده الخاتم الخاتم ده اللي احنا اول ما ولعنا فيه. ما خلاص ما احنا ولعنا فيه ولع. الخاتم ولع اصلا. الخاتم ولع. طب انت بتتكلم؟ امال انت بيقول لك اخرس تخرس؟ ما يتكلمش. هو ما يتكلمش. طب الاخرس ده بيطلع صوت بيتكلم. طب ازاي اخرس وبيسمعنا؟ ولا هو حد قطع له لسانه ولا ايه؟ لسانك مقطوع. لسانك مقطوع. طب احنا عايزين نشوف وشك. ليه بقى؟ احنا هنشوفه مع نفسنا، احنا اللي هنشوفه. مقطع وشه. طب مقطع وشك. بص احنا هناخدكم دلوقتي ونروح على البيت عندنا تمام؟ وبعد كده ما تخافش. ماشي. طب استنى ماشي استنى بس. ايوه استنى. طب ماشي ما نروحش في مكان بعيد. هتمشوا؟ طب انتوا رايحين فين يا ابني اللي بتتكلم انت؟ استنى ماشي. سيبهم براحتهم ماشي. خليك وراهم من بعيد لبعيد. اعرف هيروحوا فين. هو المكان اللي هيروحوا فيه. ماشي خليك وراهم من بعيد لبعيد. اعرف هيروحوا فين وعرفونا. وانتوا برضك يا جدعان دلوقتي الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي لو انتوا عايزين ان احنا نحاول ان احنا نضمهم حوالينا ده لو هم ما لهمش اهل فعلا ونحاول ان احنا نبقى موجودين حواليهم ونساعدهم بالفتره الجايه قولوا لنا في التعليقات. ولو عجبكم الفيديوهات ديت وحابين ان احنا نعمل اي حاجه الفتره الجايه بخصوصهم قولوا لنا برضك في التعليقات. ولو مش حابين ممكن نسيبهم بقى هم يروحوا لحال سبيلهم. احنا دلوقتي اتاكدنا ان الدنيا تمام نبدا ان احنا نلم الحاجه بتاعتنا وناخد بعضنا ونمشي ونطمن على احمد مصبح ونطمنكم عليه برضك ان شاء الله الفتره الجايه. وباذن الله كل اللي جاي بخير ان شاء الله. والحمد لله المشكله احنا دلوقتي خلصنا منها. وشكرا لكل الناس اللي كانت وقفت في ظهرنا الفتره اللي فاتت وكانت بتساعدنا حتى لو بكلمه. وشكرا لكل الناس اللي كانت بتدعي لنا ان احنا نخرج من المشكله ديت. والحمد لله ان احنا دلوقتي خرجنا منها على خير. ونشوفكم في فيديو جاي وفيديو جديد. مع السلامه.